قرية أوموجا، واللي معناها باللغة السواحلية في كينيا بالوحدة، قرية صغيرة للنساء فقط غير مسموح فيها بدخول الرجال. اتأسست القرية دي قبل أكتر من 30 سنة، وتحديدا سنة 1990 على إيد ريبيكا لولوسولي، وما زالت إلى الآن هي ملجأ لكل البنات اللي بيتعرضوا للعنف أو الاغتصاب أو الاضطهاد بشكل عام. قبل ما نبدأ حلقتنا انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ودعمنا بإعجاب على الفيديو، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. ريبيكا، وهي مؤسسة وعضو في جماعة سامبورو، واللي بتشغل إلى يومنا هذا منصب الرئيسة الحاكمة لقرية النساء أوموجا أوسو. في القبيلة اللي كانت بتعيش فيها ريبيكا والقبائل المجاورة ما كانش للمرأة دور أو أي حقوق، كانت المرأة عبارة عن خادمة، وكان بيقع على عاتقها كتير من المسؤوليات والشغل، لدرجة إن تقريبا هي اللي كانت شايلة كل حاجة ومتحملة كل حاجة، وكان الزوج ما بيعملش أي حاجة تقريبا. ومش بس كده، كانت معاملة الزوج للمرأة ما تقلش عن معاملته للحيوان. النساء هناك كانوا بيقابلوا عنف كبير جدا من الرجالة، عنف بكل الوسائل اللي تتخيلها، لدرجة ان هم كانوا بيبيعوا زوجاتهم في مقابل جمل او ماعز. كان من ضمن النساء دي ريبيكا، اللي هي مؤسسة هذه القرية. ريبيكا تعرضت لعنف كبير جدا في مرحلة طفولتها، ضرب وعنف واضطهاد وكل ما تتخيل. كانت الممارسات السيئة دي من قبل رجال قبيلة سامبورو لنسائهم تعتبر حاجات عادية وتقليدية، لأنهم كانوا شايفين المرأة أو بيعتبروها مجرد خادمة فقط، وهم يأمرهم وهي عليها إنها تسمع الكلام. لكن كان لريبيكا رأي تاني. ريبيكا قررت محاربة هذه الممارسات بشكل علني، فبدأت بمحاربتها بهدف حماية الأرامل والأيتام وضحايا الاغتصاب، ده غير ختان الإناث والزواج القسري وكل الممارسات السيئة ضد النساء. الحقيقة إن موقف ريبيكا ده ما عجبش رجال القبيلة، خاصة بعد ما اتكلمت علنا مع النساء اللي تعرضت للعنف والاغتصاب والممارسات السيئة ضدها. رجال القبيلة شافوا إن ريبيكا بتحرض نسائهم على التمرد عليهم، علشان كده وقتها اتعرضت ريبيكا للضرب والعنف من قبل رجال القرية، وجوزها ما كلفش نفسه حتى إنه يساعدها أو يحميها. ساعتها لقت ريبيكا نفسها معرضة للخطر وحياتها أصبحت مهددة، فقررت ريبيكا بمعاونة 15 واحدة من النساء بترك أزواجهم وهجرتهم وتأسيس مكان أو قرية خاصة بيهم، واللي أطلقوا عليها اسم أوموجا، واللي ممنوع على الرجالة دخولها أو حتى الاقتراب منها. يوم عن التاني فضل نساء القرية اللي أسستها ريبيكا في زيادة، وبدأ صيت القرية دي ينتشر في العالم كله، خاصة لدى منظمات الدفاع عن المرأة وحقوق الإنسان. والحقيقة إن القرية كبرت وقدروا يحموها، وأي بنت كانت بتتعرض للعنف أو الزواج المبكر أو أي شيء من قبل أهلها تقدر إنها تهرب منهم وتروح القرية دي، واللي بيقدروا النسوة اللي هناك إنهم يحموها بشكل جيد ويقدموا ليها المساعدة، وكمان بتكون واحدة منهم. ومن الوقت ده إلى يومنا هذا لا تزال القرية قائمة برغم كل محاولات الرجالة بتدميرها وقتل النساء اللي فيها. قصة القرية دي انتشرت في العالم كله وأصبحت مصدر إلهام لكل النساء اللي في العالم، لدرجة إن مؤسسة القرية ريبيكا سافرت أوروبا أكتر من مرة للتحدث عن معاناتهم، وقابلت هيلاري كلينتون شخصيا وكتبت عنهم كل وسائل الإعلام في العالم، وأصبح لهم دعم عالمي كبير جدا، وبقى بيجي لهم سياح من كل العالم علشان يشوفوهم ويعرفوا قصتهم. والحقيقة إن ده كان مصدر رزق ليهم محترم جدا. قرروا نساء القرية إنهم يبنوا مخيم سياحي يبيعوا فيه منتجاتهم للسياح اللي بييجوا يشوفوهم، وبمجرد ما بدأت الأموال تدخل القرية بدأت النساء في مواجهة اضطهاد الرجال من تاني. بدأ الرجال إنهم يمنعوا السياح إنهم يدخلوا قرية النساء، وكمان حاولوا يشوهوا سمعتهم علشان يبعدوا أنظار السياح عنهم. بمعنى أصح حاولوا بكل الطرق إنهم يهدموا القرية دي أو المشروع النسائي ده، علشان كانوا شايفين إن ده تمرد عليهم. علشان كده قررت النساء دي شراء الأرض اللي عملوا عليها القرية وتملكها، وده علشان يمنعوا الرجالة من طردهم منها. ورغم محاولة الرجالة في إيقاف الصفقة إلا إن النسوة فعلا نجحوا في شراء الأرض، وده كان بعد ادخار المال اللي كان بيجيلهم عن طريق السياحة لعدة أشهر. وبالفعل دفعوا 200 ألف شيلن للحصول على ملكية القرية. وبجهود النساء اتطورت القرية وأصبحت مكتفية ذاتيا،
تم افتتاح فيها مركز صحي ومدرسة لتعليم الأطفال، واشتغلت النساء في صناعة المجوهرات والحرف اليدوية. من وقت إقامة قرية أوموجا تم انتخاب ريبيكا رئيسة ليها، وما زالت لحد يومنا هذا هي اللي بتحكمها. سنة 2010 تلقت ريبيكا جائزة القيادة العالمية من قبل فيتال فويسز، وهي منظمة غير ربحية بتعمل من أجل حقوق المرأة وحقوق الإنسان. لقرية أوموجا قانونها الخاص اللي وضعوه النساء، وشرط أساسي لكل امرأة بتنوي لدخول القرية إنها تكون مطلقة أو مش على ذمة راجل، أو بتكون بتواجه عنف أو اضطهاد من أهلها بشكل ما. تم تشييد سور من الأسلاك الشائكة والطين حوالين القرية لحماية النساء والأطفال من الدخلاء أو أي اعتداءات خارجية. ده غير إن أنشأ النساء مجلس محلي في القرية لمتابعة شؤون القرية. الحقيقة إن القرية دي وجهت أنظار العالم كله للعنف اللي بيحصل في كينيا ضد المرأة، خاصة في المنطقة أو القبيلة اللي فيها القرية دي. وبالفعل بدأ العنف والتحرش يقل جدا في السنوات الأخيرة، وبدأت المرأة يبقى ليها دور مهم وبارز في المجتمع هناك. وإلى اليوم ما تزال قرية أوموجا مملكة نسائية خاصة، ممنوع على أي رجل إنه يدخلها. الحقيقة أنا شايف إن عزلة النساء من الرجال شيء ضد الفطرة ومش مقبول، لكن كمان برضو العنف والتحرش والاغتصاب والضرب والتهميش اللي تعرضوا ليه شيء مش مقبول ومرفوض جدا. والأكيد إنهم لما أخدوا خطوة زي دي وبنوا قرية خاصة بيهم للنساء فقط ما كانش من فراغ. مستنى أشوف تعليقاتكم وآرائكم في القصة دي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بإعجاب وتنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم وأشوفكم الحلقة الجاية.